السلام عليكم يا حبايبي. النهاردة إن شاء الله عايزة أكلمكم عن إزاي نعرف قوة الإيمان. قوة الإيمان اللي هيخليكم تستعجبوا جدا للقصة بتاعة ماشطة ابنة فرعون. فرعون كان عنده بنت، وكان في واحدة بتمشط لها شعرها، يعني بتسرح لها شعرها. ففي يوم وهي بتسرح لها شعرها المشط وقع من ايديها، فراحت توطت عليه عشان تجيبه وقالت بسم الله. فراحت بنت فرعون استغربت، الله، هو انت مؤمنة بحد غير ابويا؟ طبعا انتوا عارفين ان فرعون كان بيقول على نفسه ان هو استغفر الله العظيم اله. فقالت لها ربي وربك الله، ربنا اللي خلقني وخلقك وخلق أبوكي. فطبعا بنت فرعون راحت قالت الكلام ده لمين؟ لنفرتاري. نفرتاري دي تبقى أمها، فأمها قالت لأبوها فرعون. فلما قالت لهم فطبعا فرعون قال هاتوها لي، وراح جاب الست وقال لها هو أنت بتؤمني بحد غيري؟ قالت له ربي وربك الله. فراح قال لهم احبسوها 3 أيام. طبعا حبسوها وعذبوها عشان ترجع عن اللي هي فيه. فلما جابوها قدامه تاني بعد 3 أيام راحت بيسألها مين ربك؟ قالت له ربي وربك الله اللي خلقني وخلقك. راح ضربها برجله وصفعها بالقلم على وشها وقال لهم خدوها وحضروا لي بقى زيت مغلي وهاتوا ولادها. فقعدوا يغلوا الزيت، يغلي 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 في حاجة زي البرميل الكبير قوي قوي اللي هو ممكن ياخد بني ادمين فيه. وقال لها لو ما رجعتيش عن اللي انت بتعمليه ده وبتقوليه انا هرمي عيالك في الزيت. مين ربك؟ قالت له ربي وربك الله. راح ماسك ابنها الكبير، كان عندها 3 من الاولاد، وراح رماه في الزيت. طبعا قلبها اتقطع عليه، فقال لها من ربك؟ قالت له ربي وربك الله. طبعا قلبها وجعها خالص، بس هو طبعا عشان متجبر راح عمل ايه؟ خد ابنها التاني وقال لها قبل ما ارميه من ربك؟ قالت له ربي وربك الله. راح رميلها ابنها التاني، وكان عندها طفل رضيع. وده من الحاجات المعجزات اللي هو برضو من ضمن الأطفال اللي نطقوا في المهد، اللي هم لسه صغيرين وبيرضعوا. المهم رمى ابنها التاني في الزيت المغلي. طبعا قلبها خلاص مش قادرة، تعبانة جدا. فخدوا الطفل الرضيع عشان برضو يرموه. فطبعا قلبها حن عليه وجريت عليه عشان ما يرموهوش، وكانت لسه هتقوله طب خلاص أنا هرجع عن كلامي. وطبعا هيبقى ده من وراء قلبها، يعني هي ممكن تبقى مؤمنة داخليا ولكن بلسانها هتقوله اللي هو عايزه عشان تنجي ابنها. بس ربنا سبحانه وتعالى جعل لها معجزة ان ابنها الصغير الرضيع ده نطق وقال لها ما تخافيش يا امي، انت على حق، اثبتي انت على حق. فسكتت. فخد ابنها الرضيع ورماه. من ربك؟ قالت له ربي وربك الله. راح واخدها هي ورماها. دي كانت قصة ماشطة ابنة فرعون، يعني اللي بتمشط لها شعرها أو بتسرح لها شعرها. هكذا فرعون فعل في الناس، يا إما يؤمنوا بيه هو يا إما ينتقم منهم انتقام شديد طبعا بالقتل. عايزين نقوي إيماننا بذكر الله، نذكر الله كثيرا، وإن شاء الله نحافظ على صلاتنا عشان هي اللي هتنجينا من كل حاجة وحشة. وإن شاء الله نذكر الله كتير ونخلي لساننا لا يزال رطبا بذكر الله. عايزكم كمان يا حبايبي تتعلموا إن انتوا ماشيين في طريق لوحدكم، ما تسيبوش نفسكم كده. قول لا إله إلا الله، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عشان تخلي الملائكة تستغفر لك، وهذا الطريق يشهد عليك في يوم القيامة ويقول ده كان بيذكر ربنا فيا. فإحنا نوصل بكده للجنة اللي ربنا وعدها لنا. بس إحنا عاوزين نوصل للجنة بحب الله. إحنا طبيعي إن إحنا المفروض نخاف من الله، بس إحنا عايزين نوصلها بحب الله. أكتر من الخوف هو الحب. إحنا نعمل اللي ربنا قال عليه علشان ربنا يحبنا، ولما يحبنا هيودينا الجنة. نذكر الله، ربنا يجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين، وإن شاء الله ربنا يجعلنا من المحافظين على الصلاة. سلام يا حبايبي.